جايين نفتحوا الفتحات المجانية على باكج زيكو وفورلان وماركولوس. بس قبل ما الفيديو يسأل عن بس كلها عايزين نوصل الفيديو 50 لايك ونوصلوا ل 500 مشترك. هنفتحوا الفتحات المجانية بس في حساباتي الباكج زي ما قدامكم اهو. زيكو مع البليتز كيرل وانا عايزه، انا مجرب البليتز القديم وكان حلو يعني. بسم الله الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اول فتحة بلح كالعادة بسم الله الرحمن الرحيم، مع تاني فتحة ونقوله بسم الله الرحمن الرحيم. ابيض كامافينجا. يا نهار اسود، انا عايزين زيكو كنا بقى في اي حساب نضربه كده ب 100 كوين في الحساب ده وبنقوله بسم الله الرحمن الرحيم. تمام ماشي، يلا على اللي بعده. يا رب انا يعني انا هعزكوا بالله ما تجيبليش فورلان، انا ما بحبش فورلان، انا جربت النسخه المكانيه ما عجبتنيش. يعني انا بتأمر عليه، انا مش فاهم ايه. يلا بقى، الله بالله عليك. يا لهوي يا لهوي، عيب والله يا كونامي، عيب يا بقى. انا مش فاهم يعني. انا شايف ان انا برضو بجح الصراحه يعني. بجح. يا نهار ايه ده؟ لا 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 لا، ده كده، ده احنا الصبح. ايه ده؟ ايه ده يا ابني؟ هو اول مره صحيح. طلع لي من يومين روني، وطلع لي قبلها واد من برشلونه وحاجه بسم الله ما شاء الله. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده يا كنا؟ انت هتقول لي الحساب جديد اهو يا جدعان، حساب جديد يا جدعان، ده فيه 5 ايبك منهم 3 مش مجاني. يا جدعان بقى ما تكسفوناش بقى. المشكله ان لسه في فتحات تاني. ايوه انت فاكر ايه؟ ان شاء الله بقى يطلع في حد دي ماركو ريس او فولا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. هل هيأتي حد؟ تمام يعني احنا لسه نهدى شويه، انا لسه طالع لنا يا عم. يلا بسم الله الرحمن الرحيم على الفتحه اللي بعدها ونقوله يا رب يطلع لنا حد. تمام ماشي ماشي عادي. مش عارف انا عايز ايه تاني، خلاص انا طلع لي زيكو. بس الصراحه انا طماع، الصراحه انا طماع، انا عايز حد من الفرن او لمبتي. اسف على النقطه السخيفه دي يا جدعان، فبس يا رب. يا رب انا ان شاء الله كونامي، ان شاء الله ان شاء الله بسم الله. كونامي مش عايزة تخليها ختامها مسك. لا يا كونامي، ما انت طيبة ولسه مطلعة لي زيكو. افتح ب100 يا عم ودي، يلا يا عم اصرف كوين يا كونامي. زيكو. يا نهار يا، ليه ما خليتهاش ختامه مسك يا كونامي؟ حرام عليك حرام عليك يا كونامي، هو بيلبس اصفر برضه. الله يخرب بيت. اخر فتحة اخر فتحة خلاص، اخر مش عارف انا زعلان من ايه، ما كده انا هتعالي زيكو خلاص اهو فرلان اهو. تمام ماشي. جينا لمرحلة التقييم. أول مساوئ اللاعب ده هو الأسلوب، نازل بأسلوب الكرييتيف بلاي ميكر، والأسلوب ده عمره ما هينفع مع واحد زي زيكو. زيكو يمشي مع الكلاسيك نمبر 10 الهول بيذير، أما الكرييتيف بلاي ميكر مهمته ينظم اللعب من ورا، تلاقيه دايما ساقط لتحت من ناحية الدفاع. دي مش طاقات دفاع يعتمد عليها إنه هيرجع يدافع بيها، ثم إنه زيكو مشكلته التانية إن الفيزيك بتاعه ضعيف، حتى هو عنده فيزيك 75 الكرة بتتقطع منه في أقل من ثانية. علشان كده النسخة اللي فاتت كانت أحسن من ناحية كل حاجة، والبيلدز الاتنين نفس البيلدز تقريبا، والأسلوب المحبب ليه إن يكون معاه الأسلوب ده هو الأسلوب الكلاسيك نمبر 10. انا ولا بفهم تكتيك، بس اللي انا يعني اللي انا فاهمه في الملعب ان الكلاسيك نمبر 10 مش بيرجع زي الكريتيف بلاي ميكر. الكلاسيك نمبر 10 ملوش ادوار دفاعيه زي الكريتيف بلاي ميكر. الكريتيف بلاي ميكر بيرجع يدافع، يعني بيروح هجوم وبيرجع يدافع، يعني هيتعب، يعني محتاج استمنه قويه، وهو زيكو ما عندوش استمنه قويه. وكمان زيكو يعني طاقته ما تفهمش انه كريتيف بلاي ميكر يا جدعان. ده كلاسيك نمبر 10 او وول الكريتيف بلاي ميكر ينزل مثلا لسي ام اف، لدي ام اف، لام اف، عنده طاقات دفاعيه، عنده استمنه قويه، عنده بساطه عاليه يعني كده. اما الزيكو لا، مش لاقي عليه الاسلوب الصراحه. والمدرب ده ما اقدرش اقول لك عليه انه حلو ولا وحش، ولكن انا ما شفتش منه حاجه وحشه، وكان يعني ما قدرتش ادقق في تفاصيله، ولكن هو ممكن تلعب بيه عادي. فهقيم زيكو هديله 9 من 10 بسبب الاسلوب والمشكله. الفيزيك يا جماعه، الفيزيك ده لازم يتعلى شويه لو عايز تستمتع بيه. على الفيزيك ل 85 على الاقل، وطاقته مش متوزعه صح، يعني هو اخر تقريبا 10 في البساط، والبساط انت مش هتستخدمه. واسف اني طولت عليكم، ما اقدرش ان انا اقول الكلام ده في اقل من كده الصراحه. يا رب يكون في عجبكم، الاشتراك والاشتراك والسلام واذكروا الله وبس. كده الفيديو انتهى، اتمنى يكون عجبكم الاشتراك والاشتراك، واشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم.